أحب أرحب بيكم. أولا النهاردة معانا وصفة جديدة اللي هي الكاليماري المحشي أو ممبار البحر. طبعا احنا محضرين الكاليماري ده، غسلينه كويس ونقعينه في مية وليمون وملح وشاطفينه كويس، ومعانا شبت وبقدونس متقطع، ومعانا مجموعة من الخضروات اللي هنستخدمها في السلق، معانا جمبري متقشر، ومعانا مجموعة من البهارات، ومعانا كمان توم مهروس مع السيلوري مع الكمون والكزبرة والملح. أول حاجة هنحط الزيت، ودول حوالي 7 معالق من الزيت. ده زيت خضروات، أنا بفضل في الأكلة دي إن أنا أستخدم زيت خضروات. بعد كده بننزل بالثوم المهروس، وده توم انا مجهزاه للاسماك وبيبقى عاملاه في الكبه مع سيلوري ومع ملح وكمون وكزبره. هنقعد نقلب لغايه ما الثوم ياخد لون ويبقى لونه ذهبي. بعد كده بنضيف الجمبري وبنبتدي نسويه مع الثوم. انا محضره مجموعه من البهارات، بستخدم نص الكميه، يعني مثلا لو انا معلقه صغيره باخد نصها، والنص التاني بعد ما بضيف الصلصة. فمثلا انا محضرة معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كزبرة، نص معلقة بهارات مأكولات بحرية، نص معلقة صغيرة كاجون، نص معلقة صغيرة ليمون فلفل، معلقة صغيرة ملح، نص معلقة فلفل اسود. كل اللي هي البهارات دي انا بستخدم النص بس بتاعها، والنص التاني على الصلصة لما اجي اضيفها. بس انا بضيفها دلوقتي على الجمبري علشان الجمبري ياخد من البهارات ديت. وبنبتدي نقلب لغاية ما الجمبري المية بتاعته تنشف. بعد كده هنضيف الصلصة بتاعت الطماطم، وهنكمل ببقية البهارات اللي احنا كنا حطيناها قبل كده. بعد ما الصلصة اتسبكت هنبتدي ننزل بقى بالرز اللي احنا نقعناه في مية سخنة لمدة ما تقلش عن نص ساعة. وبعدين هنضيف بقى الشبت والبقدونس اللي احنا مجهزينه عشان الخلطة بتاعة الحشو. هنبتدي بقى نحشي الكاليماري بالخلطة اللي احنا عملناها. احنا مش بنقفل عليه خالص، لان هو اول ما بينزل في المية اللي بتغلي السخنة بتاعة السلق هو لوحده هيقفل على الرز زيه زي الممبار بالظبط.
طريقة سلقه سهلة جدا. انا مية بتغلي ومعانا مجموعة من الخضروات، عندي كرفس ومجموعة من فصوص الثوم، بصلة متقطعة 4/4 وطماطمتين متقطعين برضو 4/4، وبنبتدي نضيفهم للمية اللي بتغلي. هنستخدم بالنسبة للبهارات فلفل مطحون فريش وملح الهيمالايا. بعد كده اهو هنبتدي بقى نحط الكاليماري المحشي في المية اللي بتغلي. هو اول ما بينزل في المية السخنة اللي بتغلي دي هيبتدي يقفل على الرز. ممكن في عملية السلق ينزل شوية من الرز في الحلة بتاعة السلق، مش مشكلة خالص. بعد ما يستوي هنبتدي نطلعه ونصفي الشوربة اللي هو استوى فيها علشان هعمل عليها ملوخية. بعد كده هوت هنبتدي نحمره في زيت خضروات. هبتدي بقى استخدم الشوربة اللي انا صفيتها في ان انا اعمل عليها ملوخية مجمدة. طبعا الملوخية المجمدة دي احنا مطلعينها فترة قبل ما نعمل الملوخية علشان تكون ساحت، ما يعني بتبقى بتسقط لو احنا مطلعينها من الفريزر على الشوربة السخنة، فلازم تكون طالعة قبلها بفترة. طشة الملوخية تحضيرها سهل جدا. احنا بنستخدم زيت خضروات، ومعانا التوم اللي احنا كنا ضاربينه في الكبة اللي هو مع السلري او الكرفس والكمون والكزبرة والملح. هي دي التقلية بكل بساطة جدا بنطش بيها الملوخية. والطبق ده بيبقى تقديمه مع الكاليماري المحشي خطير جدا، طعمه حكاية. الاتنين بصراحة احلى من بعض. اتمنى تجربوه ويعجبكم. واستنوني في الوصفة الجاية. باي باي.